دلوقتي طب انا حابه اسالك سؤال تاني يا روعه، هل بقى العصايه انت من وجهه نظرك بتشوفيها ازاي يعني؟ ايوه انا عندي سؤال، يعني انت سالتي 90 سؤال بس انا هريحك وهقنعك برضه، انت مش مقتنعه ان العصايه مفيده؟ لا بصراحه انا مش مقتنعه، انا اعمل ايه طيب؟ بصي يا حبيبه قلبي، الدكتور لما يدينا دواء بيقول ليه ده وحش قوي، طب انت دلوقتي عارفه ان هو مفيد عشان كده بتاخديه. العصايه ممكن تحسسك مثلا انا مكسوفه انا، بس صدقيني دي حاجه مفيده، اعتبريها زي الدواء يا ستي. انت دلوقتي بتبقي ماسكاها بتحركيها يمين وشمال قدامك، تلاقيها بتدلك على الطريق ده، مثلا لو حد ماشي في الطريق ممكن يساعدك، او مثلا يعني انت ممكن تكوني ماشيه وعربيه تشوفك تروح واقفه عشان واولياء الامور برضه مش هيبقوا فاضيين لك، برضه ممكن واحد ايوه يكون هيجي يوم مثلا تضطري اختك انك في تكوني المدرسه، لوحدك. اختك في الجامعه، مامتك تعبانه، فانت هتضطري في مشوار انت عايزه انت تنزليه. حاولت تقنعيني وانا برضه مش مقتنعه، طب انا اعمل ايه؟ بصي يا رؤية، انا هقول لك على حاجه، انا متاكده ان انت هيجي يوم وتقتنعي لما يا رب تحتاجيها. تمسكي العصايه. بصي يا حبيبتي، انت لو في بلاعه قدامك او في حاجه هتستخدمي ايه؟ العصاية. العصايه. لو مثلا يا رؤية توصيف بصي